السلام عليكم. النهاردة هنعمل الغرفة السود، الغرفة اللي هي بتاع المحجبات، علشان اللي هي بتداري فتحة الصدر وبتداري الرقبة وبتداري كل حاجة، لزوم مكملات اللبس للصيف. فاحنا هنعمل الغرفة دي، هي طبعا بدوران من قدام زي ما هنشوف في الصورة. فهنجيب طبعا قماش الجل زي ده، او ممكن نعمله بروزيتا، او ممكن نعمله باي قماشه بتمط، بس طبعا احنا في الصيف بنستخفف القماشه دي. تمام. هاجي اطبق القماش كده بورسل على بورسل، حلو كده اهو. انا عملت بطون للغطفه دي علشان تسهل علينا ان احنا نفهمها. ماشي. دي الباكيه بتاع الغطفه بتاع الوش، هنا على متني وهنا على متني، ودي الرقبه على متني واحد بس، ودي الغطفة من فوق، ودي المكمل اللي هيبقى بعد الرقبة اللي هيسد فتحة الصدر خالص، بتاع شميز بتاع فستان، هيسد معانا فتحة الصدر خالص. تمام. هنا القماش معايا اهو، ده عرضه اللي فيه المطة، وطبعا الشغل كله هيبقى على عرض القماش. هنجيب القطعة دي، أكبر قطعة، هنقصها متني على 4. يعني ايه متني على 4؟ يعني 2 متر، ده 1 2 3 4. حلو كده. طبعا احنا هنحافظ على القماش بحيث ان احنا منعملش هدر قماش زي ما احنا متعودين مع بعض. فهنقصها متني على 4، الاتنين كده بالظبط اهو، ونقص. تمام اهو، نقصها كده. دي فتحة الرقبة، أو الفتحة اللي هتركب فيه الحتة المستطيلة بتاعة الرقبة، وادي القطعة دي اللي متني على 4. تمام كده. دي القطعة اللي هتركب من تحت، هنفهمها دلوقتي واحدة واحدة معانا. انضف القطعة بتاعتي، اجي اعمل القطعة التانية بتاع الغطفة من فوق، المتني من هنا، دي فتحة الوش. حلو كده. هنقص نعدل من هنا، نحط علامة طبعا من هنا كده. طبعا المقاسات على حسب اللي هيلبس. تمام. يعني ممكن نكبرها نصغرها زي ما احنا عايزين. دي الرقبة اللي هنعملها، نعملها من هنا. ممكن نخليها على متن، ممكن لا، بس احنا عشان ما نحضرش القماش ده فاحنا مش هنخليها على متن، احنا هنخليها متخيطة من ناحيتين، مش هيجرى حاجة لما تتخيط من الناحيتين، علشان من ايه ما نحضرش في القماش. هي بتبقى تقريبا الرقبة 20 في 8 سنتي، 2 طبعا 20 في 8 سنتي.
تمام. هنيجي هنا نعمل الباكية بتاعت وش الغطفة، هتبقى متني على 4. يعني هنطبق القماش كده كده ونحطها متني كده. ازاي بقى؟ ليه؟ تبقى جهة متنية والجهة التانية متنية برضو، عشان هي بتبقى مستطيل كبير بطول الوش اللي هو ده، طول الوش اللي هو ده عشان هتركب عليه، بس هتركب عليه متنية، هنشوفه دلوقتي في التقفيل. فاحنا هنقصها متني على 4. بتبقى نحاول نعمل المقاسات معانا علشان ايه، نكتبها لكم برضو علشان ما تتوهوش فيها. الباكية بتاعت الوش تبقى 20 في كام؟ في 7 سنتي. والرقبة 20 في 8 سنتي. الرقبة 20 في 8 سنتي، والباكية بتاع الوش 20 في 7 سنتي. طبعا هنا الباكية بتاع الوش هتركب في الوش هنا، فده كده كده هتبقى 20. ده الطبيعي بتاعنا، ماشي. الطول بتاعها بقى يبقى 20 برضو. دي الحتة اللي فوق اللي فيها الباكية، دي الحرملة اللي تحت اللي هتغطي معانا، يبقى طولها 25 في 20 في 20 في الفتحة دي 10 علشان تركب. في الرقبة وهنا دي 13 تبقى الفتحة دي 7. فتحة هنا كده نزول 25 وعرض 20. ده ربع، يعني هيتعمل على 2 كده قدام و2 ورا. حلو كده. فاحنا هنا فاضل لنا هنعمل ايه؟ الباكية بتاعت وش الغطفة اهي، الباكية بتاعت وش الغطفة. الباكية بتاعت وش الغطفة دي هنفردها كده، بتركب في ايه؟ في وش الغطفة كده. ننتقل على المكنة بقى ونشوف هنركبها ازاي. هنا هنقفل الغطفة بتاعتنا، تمام. دي الوش بتاعنا، ماشي. الباكية بقى الحتة اللي تحت سيبها على جنب دلوقتي. الباكية دي اللي هنتنيها على 2 كده، وناخدها في العدل بتاع الوش هنا كده، تمام. نحط وش في وش، طبعا الوش بتاع القماش باين من ظهره، نحط وش في وش ونخيط. لازم تتخيط على المكن الاوفر. ليه؟ علشان ده قماش جيم يمط، يتخيط على الاوفر علشان يمط ويروح ويجي معاكي وياخد شكل وشك، سواء كان لا تلبسها وشها تخين رفيع، هيمشي مع شكل وشها لما تلبسها. شفت هيبقى شكل الباكية على العدل. واصل؟ طبعا انا حطيت علامة هنا ليه؟ عشان لما اجي اركب الرقبة اعرف علامة ظهر الرقبة فين ووش الرقبة فين. اجي اخد علامات هنا كده على الرقبة في النص، علامات في النص علشان اعرف احدد الشغل. حلو كده. هاجي احط برضو الوش في الوش اهو، واقفل الرقبة من الجهتين
لو عندي متسع من القماش اجيب الرقبه على متن تتقفل نوبه واحده تبقى من ورا، مفيش مشكله. ما عنديش متسع هاجي اعملها على قطعتين برضو مفيش مشكله. تمام كده اهي. هنا الوش بتاعي جوه اهو، لما بمط معايا بيمط يجي معايا اهو، المفروض يبقى 20 بيمط معايا لحد ما يبقى 80، اللي هو فيه فتحة ال30 سنتي اللي بتدخل من الرقبة عشان تدخل من الدماغ من فوق. تمام. هاجي اجيب الباكية اللي انا عملتها دي احطها عندي هنا علامة النص اهي، علامة النص هخليه ده ناحية تحت، والباكية بالغطفة ناحية فوق. نص الباكية في نص الباكية، خلي العلامة اللي هي علامة النص الامام دي في نص الباكية واخيط. تمام كده. عديت الباكية وعديت خط النص بتاع الغطفة، هبدأ اكسر لحد ما اوصل للعلامة النص التانية. اخلي العلامة النص اللي انا حطاها هنا، علامة النص الغطفة دي توصل لعلامة النص التانية دي. حلو. اكسر ده كله في دي. ليه اكسر؟ عشان ادي براح للكحكة بتاع الشعر من ورا تريح معايا، وادي براح لكحكة الشعر من ورا تدخل فيها فشعري ما يبانش. واصل الكلام اهو. على فكرة الغطفة دي مشروع سهل جدا ورخيص جدا، وتقدري تعمليه وتوزعيه في المناطق اللي حواليكي وتكسبي منه كويس. بتتباع الغطفة دي على المنصات ب 100 جنيه الواحدة. انت تعمليها طبعا اقل من كده وهتبيعيها اقل من كده. اكسر كده لحد ما اوصل للباكية تاني، واحط الباكية على الباكية. تمام كلها عشان تقفل على وشي، تبقى محوطة الوش اهي. تمام كده اهي. شايفة المنظر؟ تبقى كده، دي داخلة جوه دي كده، فلما هنقلبها على وشها هتبقى كده كده واصلة. فالفتحة دي بقى اللي هتدخل فيها الوش، فيبقى داخل كده، دي قافلة على دي كده. لو جينا قسنا فتحة الوش هنا اهي، قسناها على المكنة طلع معايا 75، ولما تتمط كمان بتعمل 78، يعني يدوبك على قد فتحة الوش تبقى غمرة الوش جواه. تمام. عندي هنا خط الجنب وخط الجنب اهو. هجيب الباكية التحتانية الحرملة بقى بتاعتها التحتانية، احطها وش في وش برضو كده اهو، واخيط الاكتاف بتاعتها. هي حاجة كده عاملة زي المكمل القميص، بس هي مش قميص. بتقفل فتحة الصدر، فتحة القميص، فتحة البلوزة، فتحة الشميز، بتقفلها خالص، بحيث تبقى انت حرة بقى في الطرحة. عايزة تعمليها مفتوحة زي ما بيعملوها، عايزة تعمليها اي شكل اعمليها، لان هي اصلا كده كده دي سترة تحت. اسرفل بقى انا ايدي كده سرفلة برم اهي. القماشة تحفة يا جماعة، وخفيفة وريحة وجميلة. ده الوش اهو، هحط في الوش بتاع القطعة الفوقانية اللي انا ركبتها، وامسك الوش في الوش كده. دايما لما اجي احط على المكنة اخلي الناحية العدلة لتحت، العدلة اللي هي الستريت، الناحية اللي هي ايه اللي ما فيهاش ورب، عشان املك اللي فوق اللي فيها ورب. تمام. احط الخياطة على الخياطة هنا، خياطة الجنب على خياطة الجنب بالظبط، واخيط وامسك هنا بحيث ان الخياطة تبقى على الخياطة بالظبط اهي اهي، واشدها بقى عشان ايه
يطبقوا على بعض عشان القماشة اصلا بتمط معايا اهو، اطبقهم على بعض. لذلك بقولك خلي الحتة اللي فيها حرملة تبقى وش لفوق معاكي عشان ما تسحبش معاكي تحت المكنة ما تشوفيهاش. حلو كده اهي، طلعت الوصفة بكل بساطة بالرقبة بتاعتها بالحرملة، واضحة. الرقبة اهي الغطفة بالرقبة بالحرملة بتاعتها اللي تحت، المكمل ليه ان هي تغطي الصدر المفتوح بتاع الشميز او بتاع البلوزة. تمام. تمتم محتشمات، تمتم عفيفات، تمتم طاهرات. الحجاب ده جميل ل ان هو بيستر اي قطعة من الملابس المفتوحة، بلوزة زورها كبير مثلا، توب واسع شوية هيستر وهي ايه، والتوب مش هيتزحلق او خليه يتزحلق مش هيبان حاجة. اوكي ماشي يا حبايبي، شوفوا ايه اللي انتوا عاوزينه وانا هنفذه لكم بأبسط الطرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.